بس what I can say that it's really unique about PepsiCo أو the secret sauce of PepsiCo is the environment, people and culture. خلينا نتفق ان ما فيش شغل سهل وبالذات ال FMCG it's a fast moving consumer goods the environment is very dynamic and fast. حتى المصطلح بتاع work life balance انا متهيألي انقرض. التكنيكال لو انا لسه حد جونيور بيبقى في اسئله تكنيكال، مثلا هقدم على السيلز، هقدم على الفاينانس، انا ممكن تكنيكالي الجامعه مش مدياني التكنيكال نوليدج قوي، صح. فانتي برضو يريفيرد انه ستيل حتى ايفن الهايرنج مانجر بيسال اسئله علاقه بالكومبتنسيز عن نوليدج بقى كمان، على النوليدج. اوكي يعني هاو تو بروف ماي سيلف في الانترفيو. أول حاجة very genuine, be yourself in the interview. لأن حتى لو أنت ما عندكش ال amount of technicalities اللي احنا طالبينها، بس you're showing حاجات تانية تتقل الكفة أكتر، فساعتها هيبقى الحكم مختلف. ازيكم عاملين ايه؟ طيب، دايما بنتكلم عن قطاع من القطاعات السريعه قوي واللي فيري فيري دايناميك، والفرص العمل فيها بتبقى دايما يعني كتير، والناس بتبقى عارفه تتحرك من شركه لشركه. ومن اكتر الاندستريز اللي احنا دايما بنبروموت للشغل فيها هي الاف ام سي جي او قطاع السلع الاستهلاكيه سريعه الدوران. وطالما اتكلمنا عن الاف ام سي جي فلازم نتكلم عن واحده من الجاينتس او اكشلي ذا بيجست اف ام سي جي كومباني اكوردنج للريبورتس في مصر، وهي شركه بيبسيكو. فالنهارده احنا مبسوطين جدا 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 ان احنا معانا ساره كمال، الهيد اوف تالنت اكوزيشن من بيبسيكو. ازيك يا ساره؟ عامله ايه؟ منورانا. لونج تايم، احنا بقالنا كتير بنحاول نظبط، واحنا مبسوطين قوي ان انت معانا والله النهارده. انا كمان. طيب ساره، خلينا الاول كده نبدا نعرفهم بساره على المستوى الشخصي. عملتي ايه؟ اشتغلتي فين قبل بيبسيكو؟ وذين بيبسيكو الجامعه، عرفينا كده شويه بساره. ماشي، معاك وقت؟ معايا كل الوقت. اوكي طيب، انا ساره كمال، اتخرجت من اقتصاد وعلوم سياسيه ايكونومكس جامعه القاهره. بس انا من وانا في سنه ثالثه او رابعه كنت يعني محدده ان انا عايزه اشتغل في الاتش ار. ما كنتش مدورش على بنوك ولا اي حاجه تانية. كنت فيري فوكست في الحته دي. وخرجت واشتغلت اول شركه ليا كانت شركه سيكوم جروب. اوكي انترستينج. بتاعت ايزيس. يس، بتاعت ايزيس. هي بيج طبعا هيوج كومباني. يس. كان mainly recruitment. اشتغلت mainly recruitment. And then I moved for only a 1-year project تبع اليوروبيان يونيون. اوكي نايس. كان الهدف بتاعه ان هو يساعد الشركات الصناعية المصرية ان هي يبقى عندها a well structured HR system, policies and department. فكنا بنشتغل with consultants اللي مع الشركات دي علشان نديزاين everything from scratch للشركات المصرية دي. And I took this opportunity. مش عايزة أقولها risk, it was a big opportunity إن أنا to leave a full-time job for a 1-year project based non-renewable. كنت عارفة من الأول إن هو it's only 1 year. بس استها ساعتها إن حجم learning والopportunities والexposure اللي هاخده كان this will accelerate a lot my career journey. وده كنت متأكدة ساعتها إن شاء الله هلاقي فرصة أحسن بعد كده، أو this will make me a better caliber أو better candidate. حلو أوي. And then I joined Vodafone for almost 4 years. دول 3 industries غير بعض خالص. ولسه الرابعة. As HR business partner for the technology account. كان شغلي كان فيه recruitment, كان فيه change management, كان فيه حاجات كتير. And I started my journey in PepsiCo من أول 2010. I joined PepsiCo في 2010. وفي PepsiCo اشتغلت حاجات كتير قوي يعني 13 سنة البيت التاني بالظبط. كان ابتديت function HR manager HRBP for the sales function. And then HRBP عشان لو الناس تبقى عارفة HR business partner. ده كده it's a more of a generalist role. بنenable الfunctions إنها to drive their agenda و goals objectives.
developing people, recruitment، كل الحاجات دي يس، فبعمل كل الفانكشنز بتاعت الاتش ار بس لبزنس يونت لفانكشن معينه او معينة لفانكشن أو معينه زي business السيلز. حلو قوي، لpopulation معينة. حلو قوي، حلو قوي. يس. وبعد بعد ال3 سنين دولت as HR business partner for the sales, I wanted to شوية strengthen the design and strategy skills عندي. والحلو في بيبسيكو in this with in line with my people plan يعني. I handled a regional role كان Nice. مصر، الأردن، السعودية والإمارات حلو قوي. for learning and development. اوكي، فسبتي سبتي الحته بتاعت الاوبريشنز والريكروتمنت والاكوزيشن، رحتي بقى الحته مور into learning and design development. وستراتيجي نايس. business more stakeholders management. Nice. كل الحاجات دي. and then back to Egypt للوكال رول. الرول ده كان بره مصر ولا كان برضه في مصر؟ كان في مصر بس it was a location free role. اوكي. بس كان في بقى البوبيليشنز بتاعتي كان فيها مصر وكان فيها بلاد تانية. interesting. يس. حلو ده. بس بما ان مصر من اكبر البوبيليشن فكنت located في مصر. نايس. and then رحت رول HR business partner again, but it was a more senior role for the supply chain المرة دي. For the snacks business. And this was a short assignment for only 6 months or something, and we were undergoing a restructure. This role has been diluted. And then I at the same changes same time I went to talent acquisition role. بس لكل الشركة ولا برضو للسبلاي تشين؟ لكل الشركة. اوكي. الموضوع كان كبير، فعشان كده قلت لك عندك وقت. يس. انت كده يا سارة انا كده اشتغلت تقريبا في كل الفيرتيكلز ما عدا التوتال ريوردز. اوكي. التوتال ريوردز دي يا جماعه اللي هي اداره من ادارات الكومبنسيشن بنفيتس جوه الاتش ار. فكده بس وامبلوي ريليشنز طبعا. يعني فابتديتي سيكم سنه. سيكم قعدت فيها حوالي 3 سنين. 3 سنين في سيكم. بعد كده رحتي بروجكت مع بعد كده بروجكت فور 1 year. بعد كده فودافون قعدتي 3-4 سنين في الحدود دي. وبعد كده بيبسيكو خدت بقى حياتي بيبسيكو خلاص البيت بس بجد يعني هي بيبسيكو قليل قوي الشركات اللي هتقعد فيها 13 سنة طبعا. من غير ما تزهق. طبعا. فأنا ولا يوم عدى عليا زهقانة. لأن كل يوم في حاجة جديدة. كل كام سنة بغير assignment. فدايما في أحداث يعني. يس. حلو قوي. طيب سارة، هاخد من كلامك انت بتقولي قعدتي 13 سنة في بيبسيكو، وكنت بتقولي ان ده مش حاجة دايما سهلة، مش حاجة سهلة تلاقي حد بيقعد او ان الشركة تحافظ على التالنتس بالظبط بالسنين دي. ويمكن ده كان بنقعد نقوله في ايفنتس مختلفة، انه يا جماعة بصوا جوه لينكد ان او لما تكونكتوا مع ناس، لما تلاقوا حد او تلاقوا شركة ظاهر فيها باترن، الناس بتقعد بالسنين. it gives an indication، بتقول ان الشركة دي بتحافظ على التالنت، بتربيهم، بتعلمهم، بتكبرهم وهكذا. فده على طول ياخدنا لسؤال، ليه قعدتي في بيبسيكو 13 سنة؟ ده رقم كبير. ايه بقى اللي انت كنت شايفاه مختلف؟ ليه بيبسيكو is an employer of choice بالنسبة لك؟ اوكي. طيب بيبسيكو فيها حاجات common مع other employers وفيها حاجات very unique about it. الحاجات الcommon multiple opportunities for growth and development، بس ده طبعا بشكل أسرع وأكبر من other employers. لأن at the end PepsiCo is 2 business units. You have the snacks, you have the beverages, you have also sector and global exposure and opportunities من غير ما تضطر تسافر. لأن ساعات بيبقى في ناس، مش كل الناس موبايل، وساعات الموضوع ده بيهندر their growth at a certain level في other organization. بس في PepsiCo even if you want to grow in sector or even for some global roles you can do it from your home country. قبل ما نكمل في الحتة دي، انت دلوقتي قلت لنا ان PepsiCo في مصر تعتبر 2 business units او 2 businesses.
السناكس سناكس اوكي بيبسي سناكس سناكس اوكي والحاجه تانية البيفرجز وبيفرجز. اوكي فالبيفرجز دي اللي هي البيبسي بيبسي 7 اب ميريندا اكوافينا السناكس اللي سناكس هي شيبسي دوريتوس تشيتوس يس عشان الناس اوقات ما بتبقاش سان عارفه ده بايتس كل ده سان بايتس شيبسي شيبسي دوريتوس شيتوس شيتوس نايس يس حلو فكل دول جورمي ليز جورمي ليز حلو قوي فكل دي البرودكتس اللي هي سناكس وكاراتيه نو واي كاراتيه. انا مبدئيا كان بالنسبه لي مفاجاه اصلا سان بايتس معاكم ما كنتش عارف المعلومه دي وكاراتيه بتاع زمان ده كاراتيه بتاع زمان. اوكي انترستنج حلو فكل دول سناكس فيا جماعه شيبسي كل اللي احنا نعرفه في شيبسي دي كلها بيبسيكو يس فبيبسيكو كشركه مش بيبسي عشان لو حد لسه بالنسبه له اول مره يعرف ده بيبسيكو يا جماعه مش بيبسي مش بيبسي بس مش البرودكت اللي هو بيبسي اللي انت عارفه وبيبسي مش بيبسي بس بيبسي 7 اب ميريندا اكوافينا صح كده يس حلو قوي ستينج مشروب الطاقه ستينج يا كينج يس هوبا دي معلومه جديده برضو يس انا حاسس ان انا بتعلم دلوقتي في البودكاست ده في كويس حلو قوي حلو فده بيبسيكو تو بزنسز كبار او يعني تو يونتس كبيره السناكس وال بيفرجز فانت بتقولي كانت اول حاجه اللي ممكن تكون كومن شويه في بعض الشركات اخرى بس مع اختلاف السرعه او البيس والحجم كمان فده بيخليها opportunities اكتر هي ال opportunities for growth. حلو قوي فانا قادر اجرو جوه بيبسيكو لان انا مش بس بجرو بير فانكشن لا ده انا كمان بجرو ممكن يبقى عندي فرصه اتنقل من يونت ليونت يعني امشي من البيفرج اروح للسناكس او even في some roles are serving both بنسميها power of one roles. اوكي فممكن some roles عندهم الاكسبوجر على زي الرول بتاعي على both businesses. معظم السبورت فانكشن زي ما بيقولوا اللي هو ال HR finance legal ليهم وسام رولز برضو في السبلاي تشين اند سيلز ليهم باور اوف 1. حلو طبعا يا جماعه ايه عايزكم بس تركزوا الحاجات دي بنكتبها بقى يعني نسمع باور اوف 1 نفهم يعني ايه باور اوف 1 وناخدها كده نوتس يعني ايه سبورتيف فانكشنز دول ماسكين ايه فنبقى عارفين الحاجه دي حلوه ايه فدي كده اول ميزه. يس وانت قلتي ممكن تكون شويه كومن مع اختلافاتها شويه برضو في بيبسيكو لان الشركات كتير بتشتغل على كارير اوبورتيونيتيز جروث عندها كارير باث اور هكذا. وكمان انت اديتي مثال على طول انت كنت عندك ريجنال رول فانت مش بس انا بمسك اوقات بيبسيكو مصر لا بس انا ممكن عندي الفرصه امسك حاجات ريجنال بره البلد اللي انا عايشه فيها من غير ما اضطر اسافر. حلو قوي دي اول ميزه ايه يس خليني اقول لك اكتر بقى واتس يونيك اباوت بيبسيكو. طيب بيبسيكو has its own PepsiCo way. الايدنتيتي DNA اللي موجوده في كل الامبلويز اللي هو الكالتشر زي ما بنقول عليها and it's not كلام مكتوب على حيطان او كلام we all live our values every day and this is also what we are looking for لأي external candidate. واحنا بنعين بقى الناس بنبص على the PepsiCo way the values والcompetencies of course. فدايما بتلاقي الناس more or less مسطرتها واحدة شبه بعض. yes because this برضو is overarched by our code of conduct يعني code of conduct ده بالنسبة لنا يعني ممكن نشرح للناس ايه code of conduct. code of conduct هو ميثاق زي الميثاق الأخلاقي يعني الحاجات اللي هي صريحة الدوز والدونتس when it comes to الwork ethics الvalues ازاي بتعامل الحاجات الغير مقبولة تماما جوه الشركة ازاي الموظفين بيتعاملوا مع بعض بيحترموا بعض كل ده كود اوف كوندكت مع البيبسيكو واي مع الكالتشر. فنيجي بقى للحاجه اللي طيب عشان نتاكد الناس كده واصله لها البيبسيكو واي دي تمثل الفاليوز بتاعه بيبسيكو ولا بتمثل الفاليوز بتاعه بيبسيكو؟ اوكي ودي اللي بناء عليها بتاثر وبترفلكت كمان في التعيينات. انا بدور على حد اللي يكون عنده والفاليوز اللي هي كمان بتاعه بيبسيكو واي اللي هي غير ميثاق الاخلاقي ده ما فيهوش ده يعني ده الاي بي سي بس ذا بيبسيكو واي ازاي كل الامبلويز يبقوا كونسيومر سنتريك ازاي وي فويس اور اوبينيونز فيرلسلي
اوكي. لا آه نقولهم how بالراحه، لا نقولهم بالراحه. وراكي يعني حاجه؟ مش عاوزة لا أقول لا, لا مش مشكله، نقول حاجتين منهم. طيب فهتقولي consumer كونسيومر سنتريك centric، ازاي يعني ايه؟ كلنا بنفكر في at the end احنا شركة كبيرة امم to serve the consumer at the امم end. امم فازاي من اول الفرونت لاين اللي على خط الانتاج او اللي بيبيع لغايه الجي ام، في الاخر we're aiming to serve the consumer. اوكي، المستهلك في الاخر اللي هياخد البرودكتس المستهلك اللي بتاعتنا. اللي بيستهلك البرودكتس امم بتاعتنا. فبيك كونسيومر سنتريك. حاجة تانية that I really admire في البيبسي كوي هي voice your opinion fearlessly. احنا this is something we cherish and celebrate. اوكي. اوكي، ان الناس تبدي رايها وتقول بدون افكارها خوف، من غير ما تكون بدون خايف انك حد ينتقدك، حد يقول لك لا ايه ده، ايه بالظبط الافكار دي. بالظبط. حلو قوي. اوكي، وده بيدي للشخص مساحه انه ينوفيت وانه يفكر وانه عادي بالظبط يحس ان من هو. غير عواقب حلو او قوي، حدود او حلو كده. قوي. وانتي حاسه ان ده زي ما قلتي ده مش كلام على الحيطه يا احنا جماعه؟ this is something we encourage and celebrate. اوكي، نايس. حاجة من الحاجات من البيبسي كوي is celebrate success. احنا we always يعني like and love and encourage celebrating success من أول reward and recognition اللي بنعملها للإمبلويز لغاية البيج achievements اللي بتبقى في البيزنس. نايس نايس. Another thing is raise the bar on talents اوكي and diversity. اوكي. So raising the bar on talents من أول الريكروتمنت اللي بتيجي، الديفلوبمنت للتالنتس، الدايفرستي females and males and even people with disabilities. this is something is within the DNA of PepsiCo in نايس general. نايس نايس. طبعا انا عايز اقول لكم بس بمناسبه ساره بتقول يا جماعه ده حاجات بنشوفها على الواقع، مش مجرد حاجات على الحيطه. هي الحيطه عندهم حلوه قوي يعني يعني كده الحيطه عندهم حلوه قوي بصراحه، يعني البراندنج جوه خطير. فهي بتقول لنا يا جماعه حتى لو انتوا شفتوا الحيطه جوه، لا ده مش مجرد كلام محطوط، ده كلام انت يا ساره عايشينه حاسه بيه احنا. وعايشه فيه. واجين ده اللي بيرفلكت ليه ساره تقعد 13 سنه، صح؟ because انت في الاخر عايش في environment متسق. محدش هيقدر يخرج بره اللي الناس كلها عايشاه يعني. ف this is very مريح، وتبقى عارف ان انت اي حاجه هتحصل ليها البروسيس بتاعتها بعد كده سواء في الاسكيليشن او في taking the actions or something. دي بقى كان واحده من الحاجات بتقولها قبل ما نطلع، انه في بروسيس وده طبيعي. دي بقى من الحاجات اللي كومن اللي ممكن نشوفها في شركات تانية طبعا. كتير، ان في بروسيس. انه يا جماعه انا لو عندي في مشكله بيني وبين حد، ليها بروسيس ازاي تو هاندل ذيس كايند اوف كونفليكتس، والبروسيس دي على لغايه الجلوبال يعني حاجه معروفه متفق عليها ومعروفه وبيحصل لها ريفريشنج كل سنه. نايس. لكل الامبلويز. It's one of the mandatory trainings حتى للناس بتاخدها. الحاجه التانية ودي ابتديت يعني احس قيمتها فعلا لما كنت بقابل كانديديتس اكسترنال. الشركه اللي ليها ميشن اند بيربس is really valued. بيبسيكو بكل الانيشيفز بتاعتها تجاه المجتمع والسيدات اللي في المجتمع والريسايكلينج والانفايرمنت والووتر. فكل دي حاجات وليها يعني ليها very strong program واكتيفيشن وريزلتس at the end. دي حاجه من الحاجات اللي بيبسيكو I believe تبقى من الشركات اللي القليله اللي بتعمل حاجه زي كده، مسؤوليه اجتماعيه. نايس. لان برضو صناعتنا ممكن يبقى فيها هوادر ميه، بلاستيك، كهرباء، الحاجات دي كلها. فبتحاول الناحيه التانية كمان تعوض ده فبالعكس احنا بنقلب بالحاجات دي كلها الحاجات اكتر into environment نايس friendly environment او recycling او emission. طب عندي سؤال هنا سارة، what's unique about the culture and environment جوه بيبسيكو؟ اوكي، طب اكرم زي ما قلت لك طبعا شركات كتير بتعمل career development وبتهتم بالdiversity. some of them are برضو interested in environment وال CSR مسؤولية المجتمعية. بس what I can say that it's really unique about PepsiCo أو the secret sauce of PepsiCo
is the environment, people and culture. اوكي Okay. environment people and people culture. and culture. حلو قوي. خلينا نتفق ان ما فيش شغل سهل، وبالذات ال FMCG it's a fast moving consumer Yes. goods, the environment is very dynamic and fast. حتى المصطلح بتاع work life balance انا متهيألي انقرض، ما بقاش في حاجه اسمها work life مش موجود يا balance، جماعه، مش موجود. it's work life مش لاحقين. integration او work life يعني integration. يعني حلو ده. انت هتشتغل كتير. Yes. sometimes you are overwhelmed في الشغل او بس في فرق لما تعمل كده in a very nice and fun environment where culture is encouraging, where people are your friends actually at work. او الانفايرمنت بقى هو بيحط عليك عبء اكتر، pressure اكتر وهكذا. and people mostly يعني leave their work for the culture and environment. فزي ما بقولك يا اكرم الشغل يعني بالذات if you want to learn and develop and grow and be exposed هيبقى هتبقى الدنيا دايناميك، وكل ما زادت الدايناميك والتشالنجز كل ما المستوى التعلم بتاعك هيكبر والاكسبوجر بتاعك هيكبر. وبالتالي doing this in a nice and fun way وculture وenvironment full of learning احسن بكتير ما تعمله في environment that puts more stress او مثلا بفينجر بوينتس الميستيكس او الحاجات دي. وده برضو بينعكس على اخر كلمه قلتيها، فكره اني ابوينت على الميستيك. ده بالعكس، ده احنا بنحاول نسيلبريت السكسس. احنا we celebrate success and we learn from our mistakes. يعني اصلا الاعتراف بالميستيكس و learning from it is part of our culture as well. يعني مفيش حد بيشتغل ما بيغلطش طبعا، ده حقيقي. بس هي الفكرة الغلط ده الامباكت بتعمل ازاي، بيتكرر تاني ولا لا. what are our learnings from this mistake. this is what's really important. نايس، حلو قوي. يبقى احنا اكتر حاجة بالنسبة كده لسارة مهمة وملهمة قوي في بيبسيكو اللي خلت سارة تقعد السنين دي كلها، غير الحاجات اللي فيها learning exposure opportunity to grow، الحاجات دي قد تكون موجودة في شركات أخرى، لكن السيكريت صوص بالنسبة لك والدي ان ايه قوي كان ظاهر في بيبسيكو واي واند كلتشر. يس صح كده؟ يس. حلو قوي، حلو قوي. طيب حمستينا وعايزين بقى نعرف. طبيعي سؤال على طول يجي في دماغ اي حد، اوكي حلو بس انا هخش دلوقتي حالا على بيبسيكو واي وافهم يعني ايه بيبسيكو واي، واعرف الكالتشر، واعرف او اقرا عن الفاليوز والكومبتنسيز اللي بيبسيكو بتدور عليها. ايه الهايرنج بروسيس الناس دلوقتي عشان تقدم وتشتغل؟ ايه الهايرنج بروسيس؟ وعايزين يعني طلعنا شويه اسرار كده. هايرنج بروسيس فور بيبسيكو. يس. طيب احنا كل الاوبورتيونيتيز بتاعتنا بتنزل على الويب سايت بتاعنا. اوكي. www.pepsicojobs.com. اوكي، حلو قوي. وده بينزل عليها كل روز في كل العالم، في كل البلاد، في كل الفانكشنز. اوكي. and this is our only source or main source of sourcing for candidates. اوكي. فحتى لو انا لقيت opportunity على لينكد ان، هي في الاخر والريفير لبيبسيكو جوبز. والحاجات بتنزل على لينكد ان. فحتى لو لقيت الجوب على لينكد ان وقدمت عن طريق لينكد ان، هتروح على بتري دايركت يو على الويب سايت، على البورتال بتاعنا، بتاع الجوبز. حلو. اوكي. ففي الاخر هتقدم من على لينكد ان، هتقدم من على بيبسيكو جوبز، هم في يعني it's the same pool at the end. حلو قوي. number one check always the opportunities على لينكد ان او على البورتال. number two احنا خلاص عندنا الفيكنسي there. عندنا طبعا team of sourcers. لو الرول فاتح external او internal. internal طبعا كل الرولز بتنزل internal في الاول او in parallel. اوكي. لان طبيعي ان انت عندك الليرنينج وعندك الاوبورتيونيتيز دي كلها. فالemployees internal employees are priority in case they have the required requirement and skills and background and so on. بس طبعا بنعين externals. طبيعي. يعني we're trying to balance between developing and buying talents. فيبقى انا كده هلاقي الاوبورتيونيتي، لو انا حد external هلاقي الاوبورتيونيتي هبدا ابلاي عليها.
وانا بابلاي بيبقى في نوع من انواع التيستس اسسمنتس، ولا على حسب الفانكشن، ولا بس بابلاي بالسي في بتاعي؟ بتابلاي بالسي في بتاعك امم. and then الكانديدate is approached by our sourcers وscreeners امم. for a first phone screening. ده اللي هو المبدئي يعني. امم. and then البروسيس بقى بتبتدي talent acquisition interview, اوكي. then اوكي. the function interview. اوكي. in some roles at some levels بيبقى فيه online assessment which is a more or less psychometric assessment. اوكي، ده في بعض في بعض الرولز. السينيور رولز يعني انتري ليفل لا. لا اوكي، يبقى انا في من اول سينيور مانجر اوكي associate director اوكي and so on. بيتعمل لهم سايكومتريك اسسمنتس. Yes. فلو انا مور سينيور and هلاقي it's a PepsiCo thing. بيبسكو هي اللي عامله الاسسمنت بيبسيكو ده. جلوبال. كل نايس. البروسيس كل الهايرنج بروسيس از ا جلوبال بروسيس. اوكي. فاللي بيحصل في مصر بيحصل في امريكا، بيحصل نايس. في يوروب، بيحصل نايس. في كل نايس. حاجه. حلو قوي. وطبعا it's within the same set of questions, competencies, assessment and everything. نايس. فبالتالي ال consistency of talents مش بيبقى في البلد، بيبقى في العالم. في العالم. That's why انت لما PepsiCo قلتي انا ممكن global. عندي فرصه ان انا اسافر بره او الاقي opportunities Yes. بره. ليه؟ لانه في الاخر هي مسطره واحده عملنا بالظبط. عليها تعيين لاي تالنت جلوبالي. Yes. حلو قوي. اوكي. طيب فيبقى انا قدمت اونلاين على حسب السينيورتي بتاعت البوزيشن، ممكن يبقى فيها اسسمنت او لا. بس في اسسمنت او لا، النكست ستيب بتكون ان في حد من التيم بتاع السورسنج بيبدا يعمل سكريننج. يس باي فون. باي فون بنعمل فون انترفيو، بنعمل فون سكريننج يا وبعد كده بيسأل اسئله معينه، generic introduction, current responsibilities, maybe asking about one or two competencies, current salary, الانترست، كل الحاجات دي. and then the following interview بيبقى talent acquisition interview, which is mainly more into the competencies into depth, the PepsiCo competencies, assessment. وبالتالي اي حد دلوقتي يا جماعه بيتفرج محتاج تخش تشوف ايه البيبسيكو واي، تعرفها كويس قوي وتشوف الكومبتنسيز اللي بشكل عام بيبسيكو بتدور عليها. ودي التالنت اكوزيشن انترفيو او الاتش ار انترفيو اللي هيتم، هيبقى الاسئله مينلي في الحته دي. يس. حلو قوي. ككانديديت خليني اقول لك الحته دي برضو اكرم. ككانديديت ممكن مش مطالب يعرف ايه الكومبتنسيز اللي كل شركه بتعملها، لان الكومبتنسيز دي بتختلف من شركه لشركه. هاو ايفر في الاخر هي كوميناليتيز. ايه الحاجه انا عايز في الاخر كانديديت شكله عامل ازاي؟ عنده كانديديت، عايز كانديديت عنده certain set of skills in problem solving, thinking, creative thinking, teamwork, time management, decision making, collaboration. فكل الحاجات دي في بيبسيكو ممكن يبقى اسم الكومبتنسي دي مثلا collaboration. في شركة اسمه teamwork whatever. فممكن قوي ما تبقاش عارف السيت اوف competencies اللي موجودة في كل شركة، بس at the end the commonalities of what the companies are looking for in a candidate شبه واحد. حلو قوي. فانت ككانديديت مطالب منك تعمل ايه علشان تبقى ريدي في الانترفيو في حاجه زي كده؟ ان انت تبقى جاهز بالاتشيفمنت بتاعتك، جاهز بالاكزامبلز، ريل لايف اكزامبل. انا لما اجي اسالك على حاجه، لما تجاوبني عليها بشكل عام، انا I cannot assess, I cannot evaluate your interview. لكن لما تجاوبني عليها with a certain situation, clear situation, هقدر اكتر اعمل الاسسمنت بتاعي. طيب لو حد لسه متخرج او حد ما عنديش خبره، على فكره السيتويشن دي ممكن تبقى ناس في المدرسه عندها سيتويشنز، في الجامعه عندها سيتويشنز، مشكله اتحطوا فيهم. وساعات برضو في قله الاكسبيرينس we allow some personal examples. طبعا professional examples are more preferred، بس البيرسونال اكزامبلز لو فيها حاجه مثلا حد بيلعب رياضه، حد بيشترك في اكسترا كوريكولر اكتيفيتيز، حد اشتغل على مشروع تخرج في الجامعه، فكل دي examples. فبي ريدي with what you have اكتر ما تبقى مشغول هيسالني ايه. انا هغوط طبعا في اللي انتوا دي دلوقتي ده حالا تاني، بس هرجع ورا سنه. فكده انا هعمل
باك للهايرنج بروسيس، انا عملت I applied online. لو انا حد سينيور ممكن تعملي سايكوماتيك اسسمنت، لو لا على طول هدخل انه بيتعملي فون سكريننج لا، فون سكريننج ده اول حاجه خالص. حتى قبل السايكوماتريك لو الفون سينيور. سكريننج ده اللي هو مكالمه انا شفت بسيطه. السي في الاول اون بيبر، فبكلمه في التليفون، اوكي بعمل فون سكرين حلو قوي. and then لو هو يعني meeting what we're looking for مبدئيا كده بيخش التالنت acquisition interview لو ال HR interview. حلو قوي. and then upon our shortlist بنخلي الكانديديت ده بيعمل الفانكشنال او التكنيكال انترفيو بتاعه. اوكي حلو قوي. and then decision is taking in يعني بيحصل collaboration او calibration على الكانديديت ما بين ال HR وما بين دي تكنيكاليتي كده بسيطه. calibration يعني we discuss the talent. يعني انا ك HR عملت البارت بتاع ال competencies in depth. الهايرنج مانجر برضو he's trained على الكومبتنسيز فبيعمل الكومبتنسيز بس اكتر بيبقى الفوكس بتاعه على الحته التكنيكال. اوكي. فالكاليبريشن هنا بيحصل ما بيني وما بين الهايرنج مانجر على الكاليبر اوفرول. طب عندي سؤال هنا ساره معلش، التكنيكال لو انا لسه حد جونيور بيبقى في اسئله تكنيكال، يعني مثلا هقدم على السيلز، هقدم على الفاينانس، انا ممكن تكنيكلي الجامعه مش مدياني التكنيكال نوليدج قوي. صح. فانتي برضو يو ريفيرد انه ستيل حتى ايفن هايرنج مانجر بيسال اسئله لها علاقه بالكومبتنسز عن نوليدج بقى كمان. على النوليدج. اوكي. يعني بس بتبقى حاجات فيري بيزك. اوكي. يعني بالذات في الفاينانس. السيلز شوية. مختلف لانه اكتر personality و competencies وكده. بس الفاينانس انا هسألك اكتر على الاساسيات او your knowledge والسكيل سيت بتاعتك. حلو قوي حلو قوي. ماشي. فيبقى انا كده هخلص هعمل هابلاي اونلاين، هيجي لي فون سكريننج، خلصت الفون سكريننج هروح للاتش ار انترفيو. ده بيبقى مينلي بيرسوناليتي ومينلي كومبتنسيز واشوف انت كلتشر فيت ولا لا. صح. طبعا دي مهمه حاجه في غايه الاهميه. في غايه الاهميه. انا كلتشر فيتنس دي من اكتر حاجات اهم من الكومبتنسيز. because if you have the right attitude and the right candidate sorry مش اهم من الكومبتنسيز، اهم من الفانكشنال سكيلز. يعني اهم ان انا ابقى تكنيكالي شاطر قوي بس مش culture fit او I have certain development areas على key competency او attitude او كده. ممكن تدينا مثال؟ هقول لك مثال. طبعا كده لحد مثلا حصل معاكي وقلت لا ده مشكلته ما كانش culturally fit فما اتخدش. عشان هقول لك المثالين. ماشي. المثال الأولاني someone is really culture fit يعني possesses the right attitude, the right competency, skill set and everything بس خبرته صغيرة خلاص، بس the guy is really impressive وجروبل وعنده potentiality. حلو قوي. ساعتها الهايرنج مانجر يقول أنا عايز الكاليبر ده وأنا هاخده علمه. نايس. تمام. نايس. بس طبعا ده بقى على الجونيور ليفلز بتبقى الاكزامبل اصح يعني. تمام. لا ده كويس قوي اللي قلتيه دلوقتي. على الجونيور ليفل بيبقى موضوع الكالتشر فيتنس اهم على كل الليفلز طبعا كده بس انا اي كان ساكريفايس انه ما عندوش النوليدج خالص. هو مور كالتشر فيت وهو صغير هديله الليرنينج وكل ما يكبر صعب. بس انا عارفه ان هو حد كاليبر كويس جدا واللي عنده years of experience اقل. حلو فاهم. حلو قوي. طيب the other ولقوا في الليفلز الاكبر ساعات بتبقى ناس عن مثلا هايرنج مانجر عايز specific في الفاينانس مثلا specific area في الفاينانس. طب في كاليبر كويس جدا 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 فساعتها لا ممكن بس عنده طبعا الباك جراوند عن فاينانس اشتغل فاينانس وعنده experience بس الحته الفيري specific دي ممكن الهايرنج مانجر يقول لي انا هاخدها اعلمها او هاخده هعلمه لو if the caliber is really impressive. نايس. تمام. المثال التاني بقى كنت تقولي المثال التاني ان العكس. some people are really competent وشاطرين قوي technically بس they have certain attitude او they are not fit في الفيت في الكالتشر بقى من ناحية ways of working ways of handling conflicts كل دي حاجات يعني بتخلينا ناخد
قرار بمنتهى الأريحية انه لا. إنه لأ. مم. and fitting in the culture is go or no go in taking the decision of hiring. مم. يعني دي من الحاجات اللي هي يا جماعه حرجه، انت لو مش culturally fit لو انت شاطر جدا جدا القرار جدا ومش سهل culture نقول لا. fit قرار انا سهل. انا مش هعينك. مم. لكن لو انت culture fit وما عندكش حتى النوليدج the قوي enough knowledge ممكن اخدك عشان انت culturally fit. عشان انت culture fit and you have the right attitude and personality and skill set واحنا هنinvest فيك طيب ونعينك وكل سارة، حاجة. خليني اسالك السؤال بلانت شويه، صريح شويه. sure. ناس ممكن تسمع كلمه culture fitness دي فتقول اوكي، يعني هل الشكل مش الهيئه، اللبس بتاعي بيفرق؟ هل ده من الحاجات اللي بتفرق ولا؟ لانه اوقات بيجي الناس انا مش قادره، طب انا يعني ايه ابقى culturally fit؟ اوكي عارف انه سؤال نرجع تاني مكلكع. the culture and PepsiCo way. مم. this is the culture fit. مم. لان بيبسيكو شركه زي ما قلت لك بتendorse diversity. مم. فdiversity is not only females. اوكي. diversity is having people with different background. Backgrounds انت شركه مختلفة. اصلا عندك front line، عندك فنيين وعندك sales reps صح. وعندك سواقين وعندك Yes. لغايه عندك لا، وما senior شاء الله managers بيبسيكو وكده موجودة في يعني في كل حاجه. في كل 7000 حتة موظف يعني. انا اعتقد احنا في مصنع في المنيا، مصنع في بني سويف، انتوا في مصانع في حتت كتير، كل حاجه كل الجمهوريه. وبالتالي ما حدش يربط الكالتشر فيتنس بانه انا عايز اكون من باك جراوند معينه ولا سوشيال ولا لا، يعني في دايفرستي في كل حاجه. yes. بس الكالتشر بقى الاتيتيود بتاعتك، هو طريقه تصرف، الكالتشر is how you fit within the PepsiCo way. Yes. how you fit within our code of conduct. اوكي. The competency set and everything. اوكي. it's not about التعليم واللبس. مش عايزين حاجة يعني ولا حاجة صارخة ولا حاجة يعني، بس هي الفكرة عايزين حد يقدر في الآخر يتعامل without conflict، يفهم البيس بتاع الشركة. yes. to respect others. يعرف يتعامل مع front line، يتعامل مع managers. كل الحاجات دي. حلو قوي. يبقى احنا كده عرفنا الهايرنج بروسيس بتاعت بيبسيكو، وعرفنا ليه بيبسيكو از ان امبلوير اوف تشويس. عايزه تضيفي حاجه اخيره في الحته بتاعت بيبسيكو بشكل عام؟ الهايرنج بروسيس برضو من الحاجات اللي احنا we're very proud about it is the very solid onboarding programs اللي بتيجي. لان الاكسبيرينس بتاع الامبلوي اول ما بيجي الشركه is very important. first impression زي ما بيقولوا. فاحنا زي ما انت شفت we did lots of effort in hiring and selecting the right candidate للشركة. فلازم لما يجي من اول انه هيلاقي اللابتوب بتاعه، هيلاقي مكتبه، ازاي الاندكشن على الفانكشن، يعرف مديره، زمايله، يعرف البيزنس is very important. يعني مش شرط مثلا عشان سيلز ما يروحش يشوف المصنع عامل ازاي. فلازم يشوف، يبقى عنده البيزنس اكمن زي ما بيقولوا، knowing بيبسيكو كشركة بتشتغل ازاي في كل البروسس من اول الانتاج لغاية السايكل بتاعت البيع ما بتخلص عاملة ازاي. يبقى انا كده من اول الاونبوردنج هدخل هلاقي بروسس موجودة، في بروسس بعد كده لكل حاجة ممكن تقابلك جوه الشركة، في كلتشر مختلفة، في ليرنينج واوبورتيونيتيز مختلفة. ممكن الاقي نفسي في اوبورتيونيتي تو جرو جوه الشركة بشكل عامل ازاي، وذر بس في مصر او كمان ريجنري او جلوبالي. وكل ده والكالتشر مخليه المكان having fun. we are young we are fun. فالموضوع كمان انت بتكبر وانت مبسوط. true. حلو قوي. احنا كده اتكلمنا عن بيبسيكو، اتكلمنا عن هايرنج بروسيس. تعالي بقى ناخد سارة لجزء مور بيرسونال بقى. اوكي. سارة، من وجهة نظرك سواء كانت جوه بيبسيكو او بره بيبسيكو، السؤال على طول بيجي لنا الجي بي اي. اوكي. بيفرق؟ it's not a main criteria. اوكي. خالص. بس اللي بيفرق اكتر الكانديديت overall.
فالجي بي اي از ا بلس زي ما اوكي بنقول، لان اوكي at the end it's an indicator. definitely تمام. definitely. بس it's not a selection criteria at all. يعني انا ما اعتقدش ان ولا مره شفت في اي جوب ريكوايرمنت محطوط على بيبسيكو احنا طالبين جي بي اي، No. ما بتطلبش، لكن No. زي ما قلتي اتس ا بلس it's an indicator for ان حاجة. الشخص ده وفي مجتهد ناس مثلا وناجح. مش not مم. within the highest GPAs، بس هو في وسط الجامعة كان بيشتغل. ف this is another thing. فهي لوحدها كنقطة مش مقياس أساسي مم. لسيلكتنج أو حتى سكريننج السيفيز من الأول. حلو قوي. طيب تعالي نرجع كده من وجهة نظر بقى الكانديديت وهو بيابلاي على جوب. قبل ما يبدأ يابلاي كان من الحاجات اللي بتقابل تشالنج كبيرة عند الشباب حتى لو صغيرين أو كبار. لو صغير لسه متخرج من الجامعة اشتغل أنهي شغلانة، ولو حد كبير وابتدى يحس ان هو he's not fulfilled او حاسس ان الشغلانة مش اكتر حاجة مريحاه فبيبدأ يعمل كارير شيفت. من وجهة نظر سارة بالاكسبيرينس بتاعت سارة ايه how can I choose the right career من وجهة نظرك؟ طيب دلوقتي الاكسبوجر للناس من وهي في الجامعة is much more than اللي قبل كده. يعني فاكر لما قلت لك من وانا في الجامعة انا محددة انا عايزة اشتغل في الاتش ار، وما كانش عندنا كل الاكسبوجر ده. بس دلوقتي اتليست انا ما قابلتش حد اتليست يبقى عنده فكرة مبدئية كده حتى بpreferences. يعني حتى ممكن مش لازم تبقى حاجة واحدة، مثلا preference number 1 is marketing for example, number 2 sales, number 3 whatever insights أو حاجة زي كده. at least أول حاجة الناس تحدد ايه preferences بتاعتها. علشان برضو كل ما هتوايدن الchoices بتاعتك الأوبشنز كل ما على يعني في فرق انك توسع قوي بشكل يتوهك، وفي فرق من ان انت محدد بس مدي options. فالاوبشنز دي بتخليك more receiving لopportunities. اوكي لو انا قفلت انا بس هشتغل في الماركتنج بس فقللت شويه الاوبشنز، لكن بالزبط. لو قلت ماركتنج وسيلز ومثلا قلت ماركت انسايتس دول ثلاثه فانكشنز مثلا فوسعت الدنيا لكن شوية. مش هقول ماركتنج سيلز او ممكن فاينانس او ممكن سبلاي تشين ففي حاجات بعيده قوي عن بعض بس في حاجات بتبقى كلاسترد كده مع بعض. فبالتالي انا لو جات لي opportunity في السيلز هروح، ولو جات لي opportunity في الماركتنج هروح. حلو قوي. فيبقى انت قلتي دي اول خطوه، ابدا احط لنفسي preferences. انا بالذات لو حد متخرج ممكن ما يبقاش لسه فوكست الكارير اكزاكتلي اللي انا هدخله، بس حاطط لنفسي بلو برينت كده زي ما بيقولوا. اوكي. طب لو انا عندي اكتر من preference فعلا وغير بعض ممكن من وجهة نظرك اختار ازاي؟ هختار what's more suitable لماي personality, لماي background and interest. يعني في ناس ما بتحبش تشتغل على target for example, they are not so much competitive أو they are not قوي يحبوا اللي هو أنا كل يوم عندي target ومش عارفة. مش هقوله خليك sales target oriented شوية طبعا. فمش هتبقى مبسوط فيه طبعا. اوكي. في ناس بتحب أكتر الحاجات، في ناس العكس ما بتحبش تبقى تايد قوي لمكتب و 9 to 5 job وكده، لا عايزة اتحرك فاختار حاجة outdoor. بس في الأول يعني خليك في الحاجة اللي فعلا انت حاببها وهتقدر تدي فيها كويس، لأن أي حد في الأول بيتعب علشان يثبت نفسه عشان يتعلم، فاتعب في حاجة انت عايزها أو حاببها. فساعتها يبقى كده الإجابة فيها جزئين، وجزء انت محتاج تبقى عارف انت بتحب ايه وانترستد في ايه، والجزء التاني ليه علاقة الكابابيلتي بتاعتي انا هقدر اظهر في ايه. حلو قوي. والجزء التاني اعرف البريفرنسز وحط لنفسك بريفرنسز او الاوبشنز فيها والاوبشنز اللي جوه البريفرنسز دي. واعتقد من كلامك لما جيتي اديتي مثال في السيلز انه حته تارجت او حته اوت دور، ده معناه ان برضه محتاج تبقى عندك شويه اويرنس بتفاصيل شويه في الشغلانه عشان تعرف تماتش ما بين البريفرنسز بتاعتك وبين الشغلانه طبعا. اوكي. واللي هيزود البريفرنسز دلوقتي أجان للنقطة اللي بقولها، كل شركات كتير دلوقتي بتعمل سيشنز في الكامبسز. أيوة. في الجامعات بيبقى فيه فورمز، بيبقى فيه سامتس، بيبقى فيه حاجات كتير. ودور الحاجات دي إن هي تخلق الأويرنس
للستودنتس. ف ف ف يعني كستودنت لازم ينتهز الفرصة دي ويحضر الحاجات دي as much as he can yes علشان يقدر يكون فكرة عن yes الحاجات. طبعا yes الاكسترا بقى مايل مع انها دلوقتي بعتبرها حاجة يعني أساسية هي حتة ان السمر انترنشيبس yes الاكسترا كوريكولر اكتيفيتيز كل الحاجات اللي فيها انترفنشن مع البيزنس لايف is really essential دلوقتي yes بكل الايفولفينج ماركت talent market. ف it's becoming an essential thing مش زي زمان ان كانت حاجه it's a plus انك واخد internship. لا النهارده انت مش واخد internship في question mark وفي حته you are not exposed فدي بتأثر نيجاتيفلي عليك. مش عايزه اقول نيجاتيفلي بس بتخلي فرصه حد عمل الحاجات دي اكتر من فرصتك. اوكي حلوه الصيغه حلوه مش لازم تأثر عليك نيجاتيفلي لكن لو حد عملها هيبقى طبعا he will stand more chance than you. طبعا. yes. طب واي جاس يعني ساره قالت حته في غايه الاهميه في حته انه روح احضر ايفنتس روح احضر ساميتس وكمان روح احضر انفو سيشنز بتاعت الشركات وبيبسيكو اعتقد بتعمل ده كتير يعني it's part of our احنا عندنا اجنده yearly اجنده للكامبسز على الجامعات. فحاجات بتبقى انفو سيشنز عن البيبسيكو حاجات بتبقى discovering careers يعني مثلا ممكن نقول supply chain career بنجيب حد من الفانكشن بتاعت supply chain ويشرح للستودنتس على ايه هو supply chain career ال different verticals بتاعته. لا واعتقد وهكذا في السيلز. انتوا عاملين حاجه اعتقد ممكن نتكلم عنها عادي ان السنه اللي فاتت انتوا عملتوا عامله شغل طبعا يعني بيبسيكو عامله انيشيتيف كانت عامله انيشيتيف رائعه واعتقد ان شاء الله ان هي هتكمل فستي تيوند على البيج بتاعه بيبسيكو انه كان في بروجرام وانيشيتيف اسمها عامله شغل تارجتنج وومن او بنات لسه متخرجين او لسه في جامعه هيتخرجوا بنعلمهم سيلز وبتعلموهم سبلاي تشين. فده كان اكسبوجر حلو لان كان عدد كبير يعني اي جاس كان البروجرام كله 600 بلس بنت دخلوا البروجرام دول. فدي فرصه من الفرص اني ابقى اكسبوزد يعني ايه سيلز يعني ايه سبلاي تشين. مين اللي خد الفرصه دي؟ البنات اللي كانوا اكسبوزد والبنات اللي سمعوا عن الحاجات دي واللي قدموا واللي راحوا. فالفرص بتبقى موجوده بس الفرص مش بس جوب اوفرز. الفرص بتبتدي من اول انا مهيئه ازاي لاستقبالها. من اول وانا في الجامعه بحضر فورمز بعمل سيمينارز داخله ستودنت اكتيفيتيز كل الحاجات دي it counts. يس حلو قوي. طيب فاحنا كده قلنا ازاي ممكن اختار. طيب عندي ليك سؤال يا ساره هنا. انا كشخص هل اختيار الشركه فكره اصلا ان انا اقول للشخص انت محتاج تبقى سيلكتيف وانت بتختار الشركه او تركز وانت بتختار الامبلوير هتشتغل عليه هل دي لاكجري ولا شايفاها لا دي حاجه مهمه ان الشخص يركز بيختار الشركه بناء على ايه؟ طب سؤالك تريكي شويه بس career is a journey. صح؟ journey أولها دايما غير آخرها. أولها في مكان وآخرها في مكان تاني. طيب هل أنا هاخدها كلها في نفس المكان؟ صعب. صح؟ ومتهيألي the majority of people دلوقتي of working force ابتدوا في شركة they are ending up في شركة تانية. تمام. طبعا مش بنتكلم على يعني كارير حكومي. بس أنا اختياري للكارير واختياري للشركة ساعتها مش هيبقى على اسم الشركة. طبعا targeting big companies خليه دايما يعني حلم انت بتشتغل عليه علشان هيجي في يوم من الأيام. بس مش لازم يجي في بداية حياتك ممكن يجي قدام. فبس أأهل نفسي ازاي في الأول ان انا اول حاجة هبتدي انا عايز اشتغل ايه. تاني حاجة which is very important عشان ما يبقاش waste of life الشركة دي هتقدم لي ايه. يعني انا ممكن اروح شركة صغيرة بس هتعلم فيه حاجات كتير جدا. فانا بعد كده لما اروح اقدم في my employer of choice فهبقى عندي حاجة critical experience هقدر اكملها في الشركة التانية. فدور على اللي الشركة هتديهولك في الاول كlearning
كستيت مم. وكاكسبوجر مهم. اكتر ما تدور على اسم شركة. حلوة قوي دي. انت بتقولي دلوقتي ما تركزش قوي في اسم الشركة قد ما الشركة هتدي لك ايه، whether كانت يس learning opportunities، whether كانت exposure، whether كانت state حالة انت صح culture هتعيش فيها، working environment هتعيش فيه. الحاجات دي طبعا. ركز فيها اهم من الاسم الكبير. probably ب- ممكن تلاقي ده في الاسم الكبير، بس حتى لو مش الاسم الكبير ممكن حتى تلاقي لو ستارت ما اب. كانش عندك الاوبورتيونيتي انك امم تروح دلوقتي امم كده، بس اشتغل على ده بحيث لما تجيلك توصلوا. الاوبورتيونيتي اوف انترفيو في حاجه يس زي كده تبقى انت ريدي ليها. حلو قوي. بس ستارتنج بوينت بتاع ده كله ان انت في الاول خالص تبقى عارف انت عايز ايه. يعني عايز اقول لك يا ساره، الكلمه دي اتكررت تقريبا في كل السيريز اوف ذيس بودكاست. كل الاتش يس ار اصر محتاج تبقى عارف انت عايز ايه، وانت حته السيلف اويرنس از كي. يس حلو قوي. شور. طيب بمناسبه ومش كي في المرحله دي، ده في سيلف كله. اويرنس از كي لغايه لما توصل المعيش. يس هو في لان مقوله. كل الناس عندها areas of opportunities، يس وبتفضل يعني بتبقى evolve كل ما بتبقى سينيور، كل كل ما ال areas of opportunity بتتغير. فلو ما عندكش السيلف اويرنس ده حتى لو خدت الاوبورتيونيتي مش هتتحرك فيها خلاص، يس تفضل مكانك. كان بيقولوا كده مقوله what took you there will not take you further. حلوه دي. يعني حلوه دي كوت ساره برضو. لا يعني ماشي، عشان في كوت انا عارف مكتوبه في الكراسه دي خطيره، عجبتني قوي. ماشي حلو. طب ساره، بما ان احنا بنتكلم عن السيلف اويرنس، هروح اعمل انترفيوز كشخص بقى عادي whether في بيبسيكو او غير بيبسيكو. how to prove myself. في مشكله اوقات بتقابل ناس كتير قوي، انا شايف ان انا شاطر وبقدم ومش جاي لي opportunities. في مرحله محتاجه اظبط السي في بتاعي ودي هنتكلم فيها طبعا، بس let's say انا مقتنع ان انا بروفايل كويس وجات لي فرصه ان اعمل انترفيو. how to prove myself في الانترفيو. طيب خلينا prove yourself. قصدك اعمل كويس في الانترفيو؟ تمام اثبت ان انا عندي السكيل سيت دي. طبعا. مم. طيب اول حاجه very genuine, be yourself. مهم. be yourself in the interview. لان حتى لو انت ما عندكش ال amount of technicalities مم. اللي احنا طالبينها، بس you're showing حاجات تانية تتقل الكفة أكتر، مم. زي ال competencies، زي ال culture، مم. زي ال personality. مم. فساعتها هيبقى الحكم مختلف. اوكي. فأول حاجة be yourself. تاني مم. حاجة be very well prepared. وprepared هنا list ورقة وقلم، ولست مم. كل السيتويشنز اللي من أول الجامعة لغاية مم. الوقت اللي بتعمل فيه الانترفيو. مم. بيت بقى تشالنج قابلته، بروبلم حلتها، ايوه. تيم اشتغلت معاه والداينامكس وازاي اشتغلت في تيم ورك. whatever competencies موجودة، how you're dealing with others, how you're dealing with different backgrounds, different people. طبعا كل ما بتكبر هتقيس بقى leadership skills. Yes. يعني في حاجات Yes. تانية بتتقاس، بس Yes. أنا ميلي بنتكلم للناس Yes. اللي لسه جونيور. Yes. ف be very well prepared. مم. be yourself. مهم. practice بقى Yes. وريهرس كل انت الحاجات قلت لي دي. حاجه قبل ما نطلع في الحلقه، قلت لي كود كده خطيره، قلت لي حاجه لها علاقه بالاي والوي. هقول لك عليها. قبل بس ما اقول لك دي، مم. الحاجه مهمه قوي ان انت قبل ما تخش انترفيو في شركه تبقى مذاكرها، الشركه. مذاكر الشركه. حلو يعني اتليست عارف الشركه دي بتعمل ايه، حجمها ايه البرودكتس اللي بتقدمها، كل الحاجات دي. وكل الحاجات دي موجوده على الانترنت. مم. مش بقولك تروح تسأل حد. Yes. يعني خد كل الانفو اللي على الانترنت دي، بتفرق قوي 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 بتبان وبتفرق في الانترفيو. مم. طيب حتة ان انت وانت بتحضر، يعني لو حد مثلا لسه متخرج بس عنده situations. Yes. تمام. بس انا عشان اقدر احكم عليه لازم اعرف الكونتريبيوشن بتاعه كان عامل ازاي. speaking from the eye not from the we. حلوه دي. اوكي. حلوة يعني هقول لك examples من اللي لا نقولها تاني مثلا بس. speaking from the eye اللي هو انا not the we. from the we اللي هو يعني بنتكلم مثلا، قول لنا على موقف challenging situation. اقول لك
احنا كنا بنشتغل على بروجكت واحنا مش عملنا عايزين مش ده، عارفه ايه لا لا. واحنا عملنا واحنا رحنا واتكلمنا. ايوه انت دورك كان ايه؟ معاليك بقى حضرتك عملتي ايه؟ انت حضرتك دورك معانا. كان ايه يعني؟ يعني طبعا التواضع شيء جميل، بس طبعا هل طبعا. وي ده تفخيم ولا هل وي يس ده يس ايه؟ يس. ف... فدايما try to show your contribution ودورك الاساسي حتى لو بتشتغل في تيم وورك. يعني حتى لو قلت في بدايه السيتويشن احنا كان عندنا التشالنج الفلاني او كنا بنعمل الحاجه الفلانيه، وكنا انا تيم بقى اشتغلنا على كذا بس انا دوري كان كان دوري كذا. كان كذا. بالظبط. حلوه قوي دي. وانت يعني انت قلتي من شويه بي يور سيلف وحضر سيتويشنز واعرف الشركه. وذاكر الشركه. ففكره ان وانا بحضر سيتويشنز ركز، وخدوا بالكم على التip في غايه الاهميه، ركز في يور كونتريبيوشن، مش احنا عملنا ايه، فسبيك فروم ذا اي نوت not فروم from ذا the وي. we. حلو قوي حلو قوي ماشي. فده هيسهل عليا التحضير وهيخلينا بروف ماي سيلف ثرو سيتويشنز دي للشركه. yes. صح كده؟ حلو قوي. طيب اكتر شغلانات يا ساره من وجهه نظرك او مجالات بشكل عام now it's trending او السوق شايفاه انه بيتغير، فايه الحاجه اللي انت شايفه السوق رايح لها، او النهارده if you are encouraging الشباب وبالذات الجنريشن الجديده، هل في فيلدز معينه شايفاها ترندنج، هل في اندستريز معينه انت شايفاها ترندنج فتنصحي الناس ان تبدا look after these kind of jobs او look after these kind of او these industries؟ اوكي. في طبعا يعني دلوقتي وده في كل العالم مش في مصر بس. التكنولوجي اندستري is growing الفينتك is booming. فكل الحاجات كل السكيل سيت. الفينتك دي يا جماعه الفاينانشال تكنولوجي. فاينانشال تكنولوجي اللي هو كل الابلكيشنز بقى اللي بنشتري بيها اونلاين وكده. فهي دي بيت انت فاينانس او انت حد ماركتنج او سيلز او ايفن بقى من الناحيه التانية اللي هي الاي تي والكودينج والانفورميشن سيكيورتي وكل الحاجات دي. فالشغلات العلاقه بالتكنولوجي whether كانت بيور تكنولوجي برمجه اي تي سيكيورتي دي محتاجينها، او even الفانكشنز زي السيلز والفاينانس بس بتستخدم التكنولوجي. يس. اوكي. وطبعا ستارت ابس بس mainly ستارت ابس معظمها قايمه على الفينتك والتكنولوجي. ف these are booming industries دلوقتي and it requires certain set of skills مختلفه عن existing industries اللي موجوده. وبرضو it's more appealing للجنزيز لأن it's very fast it's very dynamic. يا جماعة اللي هم الأجيال اللي دلوقتي يمكن في الجامعة والمدرسة 95 مواليد من أول 95 وانت طالع وانت 2000 لغاية 2000 يس. اوكي. وانت نازل في او انت طالع في وانت نازل يعني في الايدج. المهم يا جماعة وانت نازل في الايدج وطالع في السن. حلو. ماشي. بس فهي دي البومينج اندستريز او نيو اندستريز اللي موجوده دلوقتي with the new required skill set. اوكي حلو. طيب سارة، من كل بقى الجيرني بتاعتك، لو انت عايزه تقولي لحد جالك حد دلوقتي في الجامعه او متخرج او حتى بقاله كذا سنه وفكر يعمل كي شيفت، وانت كده عنده الفرصه يقعد معاكي 1 to 1 وعايزه تحطي له كارير بلان في 5 أسابيع how to get a job in 5 weeks. طبعا هي حاجة hypothetical يعني، بس لو انتي هتساعديني احط بلان لنفسي في 5 أسابيع اشتغل على ايه علشان اقدر اوصل لشغلانة في 5 أسابيع. هو سؤال يعني مكلكع بس عادي، احنا موجودين هنا ليه؟ هحاول اخدها من الاول. ايش اول حاجة يشتغل على نفسه. اوكي. يعني ايه؟ يعني keyword that you said أكرم is the self awareness. أبقى فاهم my areas of strength، فاهم my areas of opportunities، فاهم what opportunities دي الحاجات اللي محتاجة اشتغل عليها عشان أبقى أحسن أتطور، وإيه نقط قوتي اللي هقدر أبلد عليها، وأنا عايز إيه. ده مبدئيا كده ده أنا دي حاجة فارقة قوي. ده لو شخصيتي لسه ما عملتش أي أكشن. تاني حاجة أبتدي أبروفايل كل ده في السي في بتاعتي. فbuilding CV هو ده العنوان بتاعك. you have to invest time and effort في building a nice CV. مش عارف تعملها بنفسك، في templates على الانترنت، في ناس متخصصة ممكن حد experience شوية يراجع معاك ال CV and it's a key thing. يعني طبعا مش محتاجة promote بس we can help in this. yes طبعا. حلو.
طيب اول حاجه بي يور سيلف، عشان محتاج تعرف نفسك. الخطوه التانية اللي انت عرفته ده ابدا بقى حوله انتو ا بيبر، بروفايل البروفايل بتاعك في السي في يس بتاعك اول حاجه. بشكل بروفيشنال. حلو قوي. تالت حاجة start knocking the doors. امم دور بقى امم يعني شوف البلاتفورمز اللي موجودة زي لينكد ان مثلا. لينكد ان دلوقتي هو the biggest and the main hiring platforms اللي مهم قوي. موجودة عليها. be active على لينكد ان، كبر النتورك بتاعتك، spread the word. كل الحاجات دي is very important. فانا بعد لما ظبطت البروفايل بتاعي على السي في، اظبط بقى البروفايل بتاعك ده على لينكدين، وابدا مش بس على لينكدين كظبطت البروفايل، اشتغل على النتورك بتاعتي على مهم. لينكدين. الشغل اللي انا عملته، حضرت ايفنت، حضرت ورك شوب، نزلت في بروجرام زي مثلا عامله شغل، يعني ما شاء الله البنات كانت عامله شغل كلهم بعد كانوا ما عاملين خلصوا شغل البروجرام عاملين شغل عالي على لينكدين بصراحه. يعني يس بيرسونال براندنج كان خطير على لينكدين. يس فابدا استغل اللينكدين اني اكبر ماي نتورك واشو اللي انا بعمله على لينكدين. طب في حته النتوركينج، في اي تيبس انت شايفاها مهمه جوه لينكدين في الحته بتاعت النتوركينج؟ هو growing network is very important. ان انت دايما تبقى updated، دايما تنزل البوستس، دايما تسيرش فور نيو نتورك، لان نيو نتورك بتبقى نيو ريزلتس دايما موجوده. حلوه دي، نيو نتورك ايكوالز نيو نيو ريزلتس. احنا عايزين يا ريزلتس جماعه ناخد تيبس من اللي ساره بتقوله نقعد ننزلها كده لوحدها في كوتس. حلو، نيو نتوركس ايكوال نيو نيو ريزلتس ريزلتس. مور ريزلتس. نايس اوكي. نايس. ف طيب لقيت الجوب، قدم في كل الجوبس اللي تناسب اللي انت عايزه. اوكي تمام. روح كل الانترفيوز. انترفيو يعني being interviewed is بيقوي. a practice كمان حلوه. يعني. فانت تعمل انترفيو اول مره غير تاني مره غير تالت مره غير 10 خلاص مره. غير 10 مره صح. هتبقى فاهم انت داخل ازاي، what you want, how you speak, how you tell your examples and so on. ف this is very important. حلو طيب قوي. جالك الانترفيو وجالك الجوب. يس. تمام. انا بس في حاجه عايزه اقولها بالنسبه للكارير in general، لان the career is a series of choices. اوكي. طول حياتك من اول بدايته لغايه نهايته. تمام. ودايما بيبقى equation فيها كذا element. اوكي. ده بوزيشن كويس ولا فلوس كويسة ولا فيها سفر ولا مفيهاش سفر، طب مديري كويس، كل الحاجات دي كل ده equation. بس the ironic thing is it's never 100% equation. It's never 100% equation. يعني عمر ما عمر الelements ما كلها كل تبقى satisfying. 100%. مستحيل. عمر الحاجات دي كلها ما هتبقى 100%. فبي conscious and aware of your career equation، لأن مفيش career equation صح ومفيش career equation غلط. It's your career equation. be very much aware and conscious about your career equation and what is the successful element of your equation. يعني ايه الحاجات اللي هتعايش انها مش موجودة او بالنسبة لي نص نص، وايه الحاجات اللي استحالة هقبل الايكويشن دي من غيرها. هل انا بدور، وعلى فكرة الايكويشن دي is changing over time. يعني انت في الاول ممكن انا الايكويشن بتاعتي عايزه اتعلم وعايزه اسافر. طب انا قدام ظروفي اتغيرت ما اقدرش اسافر. لا ممكن تبقى الفلوس مثلا، ممكن تبقى الفلوس دلوقتي او ممكن تبقى رول في مصر دلوقتي، او ممكن انا دلوقتي في مرحله عايز مدير كويس regardless. حلو قوي. فاهم؟ عايز environment كويس. فالايكويشن هتتغير مع كل مرحله، فركزوا ان كل مرحله الايكويشن بتاعتك اللي هتخليك ساتيسفايد بالشغلانه هتختلف، وكده كده اعمل حسابك الايكويشن عمرها ما هتبقى ايكوال 100%. عمرها. حلو قوي. It's never 100%. طب ساره قبل ما لان نطلع، في ناس ساعات ممكن انا هموف لاترال من غير اي ترقيه او اي فلوس زياده او حتى يعني اي حاجه زياده، بس انا رايحه في حاجه مدياني كريتيكال اكسبيرينس مختلفه. يعني فاكر بمناسبه انت بتقولي ان كان في حد من اصحابنا كان بيقول انا ماشي من شركه لشركه على نفس المرتب نفس الليفل، بس هنا كان ريجنال رول. بالظبط. اوكي. فهنا بدل ما هيمانج مصر بس، انا هاخد الاكسبوجر اشوف بلاد تانية مع مصر. اوكي. طب انا التايتل بتاعي فيه ترقية او فيه زيادة؟ لا. اوكي. طيب
سارة برضو قلتي في مرة حاجة ليها علاقة بالستار موديل. يس وانا ببريبير بقى ماي سيلف، انت قلتي حته بريبير، وكل ما هتعمل انترفيوز هتبراكتس اكتر صح ويريفيرد للستار موديل. صح. ممكن طيب elaborate شويه؟ في فرق يا أكرم لما اجي انا اقول لك مثلا قولي على مشكله قابلتك في مم. الشغل وقابلتها ازاي، في فرق لما يجي حد يقول لي ده الدي تو دي بتاعنا كل يوم الشغل فيه مشاكل. اوكي. طب انا مطلوب مني ايه؟ انا هقيمك ازاي حضرتك؟ طيب ازاي؟ وفي فرق لما حد يجي يقول لي انا كان عندي في تقفيل معين او وقت الكورونا حصلت لنا مشكله ان حصل 1 2 3 وابتدى يحكي لي سيتويشن واكشن وريزلتس. ايوه. ايه السيتويشن اللي حصل وايه الاكشن ذات هي، فاكر الاي مش الوي، يس. ايه السيتويشن ذات هي اور شي توك ان ذس الاكشن اللي هو اتاخد في السيتويشن ده، والريزلتس بتاعت القصه دي كلها كانت ايه. الريزلتس هل المشكله اتحلت، الامباكت على البيزنس كان عامل ازاي، الامباكت على الناس كانت عامل ازاي. فدايما اي انترفيور بيبص على السيتويشن او هيقيم السيتويشن من ناحيه حاجه اسمها بنسميها ستار موديل. ستار السيتويشن، اس تي السيتويشن، الاي از فور اكشن، الار از فور ريزلتس. حلو قوي. فبالتالي انا هقدر احكم على الكومبتنسيز بتاعته من خلال ستار موديل. وانتي لما قلت من شويه ساره اكتب اختار مواقف لان في competencies common، problem solving، leadership، time management، conflict مع تيم. اكتب المواقف دي ولما هاجي بقى هجاوبها بالستار موديل. يس بالستار موديل. حلو قوي. وساعتها هقدر ابروف. وانتي قلتي تفصيله مهمه جدا وانت بتشرح الستار موديل، فكر بالاي وقول يور كونتريبيوشن، انت كشخص عملت ايه، مش الوي. ما تقوليش احنا عملنا. طب انا عايزه اعرف انت كانديفيديوال ايه الكواليتيز بتاعتك، ايه الكومبتنسيز بتاعتك. يس. طيب اخر سؤال يا ساره، احنا تعبناكي معانا. لا خالص. ساره بالاكسبيرينس بتاعتك الكبيره ما شاء الله، عندنا كده بنختم دايما بحاجه اسمها يور ستوري يور انسايتس فروم يور اون ستوري. بقى لو هتقولي للناس انسايت فرقت معاكي قوي في الكارير بتاعك او شايفاها تفرق معاهم في الكارير بتاعهم، تنصحينا بايه؟ اوكي. الحاجه اللي فرقت معايا شخصيا هقول لهم be agile without losing the focus on your goal. يعني حلو. لا نعيده تاني الكلام. be agile يعني خليك عندك مرونة من غير المرونة هنا agile. ايه فرق بين agility و flexibility؟ ايوه. agility is the flexibility with speed. يعني مش ان انا بادجست بعد فترة طويلة قوي، دي مش بادجست بسرعة. فحتى حتة الاجيليتي هو دلوقتي الترمينولوجي اللي موجود. فبي اجايل انا مركزة ان انا this is my career, the HR is my career. انا I wanted in each and every step ان انا I'm building more in my critical experiences. بدور على الايكويشن بتاعتي. يعني انا نقلت رولز lateral على فكرة عادي، بس انا كنت بشوف how this fits in my equation. ستيك هولدرز جداد، هتعلم حاجة جديدة، او حتى لو مش lateral، حتى لو على فكرة انا يعني قبل كده رفضت رول بترقية because it's not matching my aspiration. فانا خلاص يعني قلت انا دلوقتي مش عايزة اروح حاجة علشان one step up في رول انا مش هبقى حباه او is not matching my مش عايزة اكمل فيه. ده قرار صعب. بس انا what I said back then it's the promotion is coming. هتيجي مجتهدة بس هتيجي يعني I want to take my own pace في حاجة أنا يعني مش أحبها، مش دايما هنحبها. it's matching my equation. تمام. طيب حاجة دايما mindset بحطه في دماغي قبل ما ابتدي أي assignment إن it's about your impact in the assignment. الشخص هو اللي بيعمل الرول اللي ورا الكاميرا impact في الرول. اتفضلي. لا ده حاجات بس أسرار كده بيننا وبين التيم. اتفضلي يا فندم. it's about your impact in the role. دايما أو خليني أقولها وبقولها لأي حد بياخد رول حتى يعني عنده يعني شوية شكوك ناحيته إن الشخص هو اللي بيعمل الرول مش الرول هو اللي بيعمل الشخص.
اسرار كده، اسرار على الهوا، مفيش حاجه. شكلكم نايلين الدنيا. لا لا. ماشي. حلو آم، قوي. تمام. ف ف leaving an impact في الرول is very important. مش انا رايحه بعمل الرول بخلص السنتين 3 بتوعي وخلاص. ف this is very very important. يبقى نراجع تاني التو انسايتس. اول حاجه be agile while keep focusing on التارجت والاوبجكتيف بتاعك. الاوبجكتيف انت عايز توصل لايه، دي ما راحتش عن دماغي، بس انا ستيل وانا بحاول اوصل التارجت ده انا ببقى اجايل بقى عشان باخد الاذر opportunities اللي بتظهر. يس. من غير يعني انا مثلا زي ما قلت لك اشتغلت HRBP generalist واشتغلت learning واشتغلت development. اشتغلت learning، اشتغلت development، اشتغلت HRBP، رحت regional role، رحت by the way talent acquisition role my current role was never on my career aspiration اصلا. بس هو كان بصيت does it fit in the equation. انا عاجبني قوي موضوع الايكويشن اللي انت بتقولي كل شويه في ايكويشن دي يا جماعه اللي انا بختار بناء عليها. الايكويشن دي هتتغير and this equation is totally personal. كل واحد ليه ايكويشن مختلفه عن التاني. حلو قوي. فساعتها I saw the opportunity in the role بس وطلعت منه بقى كل potentiality وهو طلع مني كل potentiality. فهنا الاجيليتي اللي قصدي عليها، لان sometimes some opportunities are on your way وانت ممكن ما تلتفتش اليها، بس لو فكرت فيها بشكل مختلف بالطريقة هتستفيد منها ولا لا. طب دايما ما تخافش تاخد ال new things، ما تخافش تاخد لو حاجة مش مخطط لها، ما تخافش منها. بالعكس انا ساعات بقول ان دي اللي بيطلع منها كل البوتنشال. الحاجات اللي انت ممكن تبقى خايف منها والحاجات الجديدة دي ممكن تلاقي فيها نيو بوتنشال ليك انت مش واخد بالك منها. انت هتذهل من النتائج. اوكي حلو. يبقى كده بي اجايل. والحاجة التانية المايند سيت بتاعت انت هتخش الاساينمنت دي انا هعمل امباكت، انا هيبقى ليا دور واضح وكبير. ايه الفرق بيني وبين اللي ما كان ماسك قبل كده او اللي هيجي بعد كده؟ which reflects بقى سارة اعتقد قوي على الاتشيفمنتس، ان لو انا عملت امباكت ده هيسمع في ارقام وفي اتشيفمنتس هرجع استخدمها تاني في my next role او my next بقى big thing. حلو قوي. وهنا انا بقول وهربطها تاني بنت عايز ايه، يعني حاول تروح في الحتة اللي انت already حاببها because passion is very important and it really makes a difference. يعني ده مش تنمية بشرية عادي، يعني انت مقتنعة الباشن بتفرق. لما تعمل طبخة بباشن غير لما تعملها من غير باشن، الشهقة. فما بالك بالوظيفة اللي انت كل يوم بتروحها. اوكي فاهم؟ فرق ان انت بتعمل الشغل وخلاص، وفي فرق ان انت بتعمل الشغل بباشن، فبالتالي انت بقى كل يوم عايز تعمل فيه حاجة جديدة تطلع تليف ان امباكت مش بس على البيزنس on the people. فعشان كده بقول try to match your interest للوظيفة اللي انت بتقدم عليها من الاول بقى. هتختار بص على الانترست بتاعتك مع الوظيفة عشان الباشن ده يبقى موجود، يفضل موجود. اوكي حلو قوي يا سارة. مش عارفين نشكرك ازاي. لا انا اللي ميرسي على الاوبورتونيتي والبودكاست الجميل وخدنا شويه كوتس كده خطيره والله. كوبي رايتس بقى. ايوه بالظبط. سارة كمال يا جماعه. سارة thanks so much. Thank you أكرم. it's a pleasure والله having you معانا، ونتمنى نشوفك تاني. ويا جماعه stay tuned على بيبسيكو initiatives المختلفه، يعني تابعوا لينكد ان وتابعوا الويب سايت بتاعت بيبسيكو. صح كده؟ www.pepsicojobs.com. حلو قوي. والفيسبوك بيجز بيبسيكو جوبز وبيبسيكو على لينكد ان، فكل بقى السوشيال ميديا بلاتفورمز يا ريت تتابعوها. احنا يعني قلنا لكم اسرار من جوه بيبسيكو، فبليز فولو بقى بيبسيكو قوي وشوفوا اول اوبورتيونيتيز موجوده، وخلاص عرفتوا شويه هاكس فجو اهيد اند ابلاي. سارة ثانكس سو ماتش، ونشوفك ان شاء الله دايما كده على خير ان شاء الله. ثانك يو يا اكرم. باي باي.